السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا يا ريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. كل الجماهير الأهلاوية عارفة إن هي في دور الثمانية ممكن تقابل لا إما مازيمبي لا إما سيمبا لا إما الترجي التونسي. فإحنا حبينا نشوف مشوار الثلاث فرق دولت في دور المجموعات. هنبتدي في المجموعة الأولى، ومازيمبي صعد مركز تاني، لعب 6 مباريات، فاز 3 وتعادل مباراة وخسر مباراتين. أما سيمبا فلعب 6 مباريات وفاز مباراتين وتعادل 3 وخسر مباراة. والفريق الثالث وهو الترجي التونسي، وده صعد مركز تاني في المجموعة الثالثة، لعب 6 مباريات، فاز 3 وتعادل مباراتين وخسر مباراة. فمن الإحصائيات دي نقدر نقول إن الثلاث فرق قريبين من بعضهم. فاحنا كالاهلي احنا نادي بطولات، احنا بنلعب على البطوله، ما يهمناش هنقابل مين، اهم حاجه نكون احنا مستعدين تمام. قاريين المباراه قبل ما نلعبها، يكون ان شاء الله مارسيل كولر قاري المباراه قبل ما نلعبها. حتى لو هنقابل سان داونز، هنقابل بيترو اتلتيكو، وعامل مباريات جميله في دوري المجموعات، وفريق باين عليه تقيل. فباذن الله الاهلي قادر، الاهلي عنده سكواد عالي، الاهلي عنده مدرب فاهم. عندنا المقومات كلها اللي توصلنا للنهائي، وان شاء الله نكسب البطوله وتبقى ال 12 في حوزه النادي الاهلي. تمنياتنا بالتوفيق للنادي في الفتره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.